السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الفيديو الخامس لينا في إزاي تتدرب في الصيدلية من الصفر خطوة بخطوة معانا. اهلا وسهلا يا 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 اهلا وسهلا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابب بس أنبه على حضراتكم إن إحنا عاملين جروب على التليجرام. أي حد عاوز ينضم لينا بس بشرط يبعت لي بس صورة الكارنيه، سواء كان في صيدلة أو في طب أو في أسنان مفيش مشكلة، أهم حاجة يكون في المجال الطبي. يبعت لي صورة الكارنيه وإن شاء الله أضيفه على جروب التليجرام، هنتناقش فيه على الروشتات وعلى برضو التحاليل الطبية وعلى حاجات كتير هنتكلم فيها مع بعض إن شاء الله. تعالوا بقى نتكلم في حلقتنا النهاردة، وقبل برضو ما نخش في الحلقة أحب برضو أنبهكم على حاجتين. أول حاجة معانا حاجة نسينا نقولها في الفيديوهات اللي قبل كده، حاجة اسمها كيتو بريك. لو تفتكروا معانا في الفيديو اللي قبل دوت اخدنا ماده فعاله اسمها كيتو بروفين، افتكروا كده معانا زي ايه؟ زي الباي الكوفان. طيب احنا كنا قلنا ساعتها الجرعه القصوى كام؟ كنا هنا لو تفتكروا كام؟ 300 مللي جرام. يعني ايه؟ يعني ما يعادل 4 اقراص من الكيتو بريك. لو حسبتها التركيز بتاعها 75 مللي جرام، يبقى اقدر اخد 4 حبات. يبقى دي اول ملحوظه حضرتك تحطها معاك هنا في الاسم التجاري كيتو بريك. تاني واحد معانا برضو اخدناه المره اللي فاتت لو تفتكروا، بص كده معايا، حاجه اسمها الرابي فلام. اقرا كده الماده الفعاله هتلاقيها ديكلوفوناك بوتاسيوم. ديكلوفوناك بوتاسيوم زي مين؟ قلنا زي المره اللي فاتت الكاتافاست والكاتافلاي والكاتافلام. يبقى انا معايا هنا برضو الرابي فلام من العيله بتاعه المين؟ بتاعه الكاتافاست والكاتافلام. تمام كده؟ يبقى انت علمها كده حضرتك، كاتافلام كاتافلاي كاتافاست، معايا 3 سي هنا في الديكلوفوناك بوتاسيوم. يبقى حته او ملحوظه كده حبينا نتكلم عليها في بدايه في بدايه الفيديو. وبرده خد بال حضرتك ان برده لو جالي واحد وعاوز حقنه مفعولها هيكون سريع، اديله ايه؟ اديله كاتافلام، حاجه اسرع من الفولترين. لا واضح انك فاهم. نتكلم بقى النهارده عن عيله جديده اسمها كترولاك. كترولاك ديت اقوى مسكن موجود معايا في الصيدليه. لو دخل لحضرتك واحد في الصيدليه او واحد بيسالك انا عاوز اقوى مسكن في الصيدليه، ايه هو؟ عيله الكترولاك. الكترولاك مسكن قوي جدا جدا جدا. طيب استخدمه امتى؟ في الحالات الشديده، لو واحد عنده مغص شديد ولا الم شديد او تعب شديد خالص وهيموت، تديله الايه؟ الكترولاك. طيب دوت موجود عندي في الصيدليه زي مين؟ اول حاجه معايا الكيتولاك، والكيتولاك ده في منه اقراص وفي منه حقن. تمام؟ احنا لسه ما اتكلمناش على التركيزات، انا بديك بس الايه؟ الاسماء التجاريه الاول، بعد كده هفهمك برده شويه حاجات ملحوظات مهمه كده معانا. يبقى اول واحد قلنا معانا الكيتولاك، والكيتولاك ده في منه حقن ومنه اقراص. طيب اولا كده الجرعه بتاعتنا ايه هنا بقى؟ لو بصيت حضرتك هنا في الكيتولاك الجرعه بتاعته هنا 30 مللي جرام. اقدر اخد منه كم مره في اليوم؟ 4 مرات في اليوم. يعني 4 مرات يعني الجرعه القصوى معايا 120 مللي جرام بالنسبه للحقن. طيب بالنسبه للاقراص يبقى احنا اتكلمنا عن الجرعه بتاعه الحقن. طيب الجرعه بتاعه الاقراص 10 مللي جرام، يبقى اقدر اخد 4 برضه مرات في اليوم. يعني الحق القصوى او الجرعه القصوى اللي هي 40 مللي جرام بالنسبه للاقراص. يبقى احنا خلصنا كده الاقراص وعرفنا تركيز كمان الحقن. شكلك فاهم يا نص. طيب ايه هو اخو الكيتولاك؟ مين اخوه في الرضاعه؟ الادولور. ادولور في منه تركيزين 30 مللي جرام و15 مللي جرام. خد بالك بقى من الحته دي، ملحوظه عندك اكتبها عندك. 30 مللي جرام ديت باخديها للناس الكبار. طيب لو عندي طفل مثلا لسه مولود او طفل عنده 2 3 بديله الجرعه اللي هي 15 مللي جرام. طيب انا لو معايا الحقنه ديت مش معايا 15 مللي جرام التركيز الثاني، اديله ايه؟ اديله سنتي واحد بس من الحقنه ديت، والسنتي الباقي برميه معايا او ممكن اشيله في الثلاجه عادي. عندي برضو الدواء الثالث معايا اللي هو كترولين. كترولين برضو اخو الكيتولاك واخو الادولور. يبقى انا عندي هنا 3 اسماء تجاريه للحقن القويه جدا في الصيدليه، الكترولين والكيتولاك والادولور. الادولور بس بيختلف معايا اللي انا اقدر اديه لطفل صغير، بس هديله سنتي واحد لو كان التركيز 30 مللي جرام. لو كان التركيز 15 مللي جرام هديله حقنه على بعضها. تمام؟ دي بالنسبه للعيله دي. طيب معلومه برضو مهمه عن الكيتولاك، الكيتولاك بيقول لك بيعادل تلت المورفين. ايه المورفين ده؟ المورفين ده اقوى مسكن معايا موجود في العالم، بس ده طبعا تبع الادويه الجدول. يعني لو صيدليه فيها جدول بيكون موجود معايا، مش موجود خلاص ما تقدرش تجيبه معاك في الصيدليه، ولو اتمسك هيبقى مشكله. طيب يبقى بقول لي ان الكيتولاك ده بيعادل تلت المورفين، يبقى معنى كده انه من اقوى المسكنات الموجوده في الصيدليه، ومفيش مسكن اقوى منه في الصيدليه على الاطلاق. دي في الحالات الشديده خالص بنلجا له. يبقى معلومه برضو اخيره في عيله الكترولاك، سواء كان كيتولاك او كترولين او ادولور، الحقن ديت
ممكن استخدمها لغايه 4 مرات في اليوم زي ما قلنا، ولكن لا تستخدم لاكثر من يومين. معلومه مهمه جدا لانه له تاثير قوي جدا على المعده، وله تاثير قوي جدا برضو على الكليه. يبقى كل حاجه ليها فوائد، واكيد في الجانب الاخر لها اضرار برضو. يبقى ما استخدمهاش اكتر من يومين كحقن. طيب لو كاقراص معايا ما استخدمهاش اكتر من 5 ايام. معلومه مهمه جدا تنصح بيها اي مريض لو بيستخدمه على طول. ده طبعا غلط وخطر جدا جدا على المعده وعلى الكليه معايا. طيب تاني واحد او تاني ماده فعاله بقى معانا النهارده ماده فعاله اسمها اسيكلوفيناك. اسيكلوفيناك والتركيز بتاعها 100 مللي جرام. طيب الجرعه القصوى بتاعتها كام؟ 200 مللي جرام، يعني اقدر اخد قرصين في اليوم. الاسم التجاري بتاعها اسمه بريستافلام. بريستافلام ده مكتوب هنا عندي انتي انفلاماتري وانالجيزيك، يعني حاجه مسكنه معايا وحاجه مضاده للالتهابات زي ما اتفقنا، لانها شغاله حاجه نون سيلكتيف على كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3 واتكلمنا عليهم قبل كده. هنتكلم عن اخر ماده فعاله معانا النهارده رقم 3، حاجه اسمها الاندوميسازين. الاندوميسازين بيستخدم بايه؟ بيستخدم في حالات الارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل، ودي مشهوره جدا لدى دكاتره دكاتره العظام بيكتبوها في التهاب المفاصل. عندي اول ماده فعاله معانا اللي هو الاندوسيد، والاندوسيد ده في منه حاجتين، في منه اقراص ومنه لبوس، والتركيز بتاعه 100 مللي جرام. والاندوسيد اقدر استخدم منه قد ايه؟ التركيز بتاعه 100 مللي جرام، اقدر استخدم لغايه لبوستين في اليوم. ولو معايا الاقراص بتاعته بيختلف شويه، تركيز 25 مللي جرام، ودي حاله شاذه شويه، ممكن استخدم معاه من قرصين ل3 اقراص في اليوم. ومعايا تاني حاجه اسمها اندوميتاسين. اندوميتاسين برضو لبوس معايا، برضو التركيز بتاعه 100 مللي جرام، واقدر استخدم لغايه لبوستين في اليوم. ده معايا حاجه مسكنه ومضاده للالتهابات، وبيستخدم كمان في الروماتيزم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. معلش طولنا عليكم شويه. لا تنسوا الاشتراك في القناه. لو حد عنده اي تعليقات او اي حاجه يتفضل يعلق معانا، ونلتقي ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.